لو بتفكر تشتري اي حاجة تخص البي سي او الكونسول، انزل اشتريها فورا، لان احنا وصلنا نقطة اللا عودة خلاص. ازيكم عاملين ايه؟ انا عبقري. لو اول مرة تشوفني وحابب انك تشوفني تاني، ما تنساش تعملي لايك واشتراك. ويلا بينا نخش على موضوع فيديو النهارده. في الاول اسمح لي اديك مقدمة بسيطة جدا عن اهمية الرام او التخزين في الاجهزة بتاعتنا اليومية، سواء كونسول سواء بي سي سواء لابتوب سواء اي حاجة. مبدئيا هو داخل في كذا حاجة. اولا لو اتكلمنا في الاساس بتاعه، فهو داخل في الرام اللي بتتحط في البي سي او بتتحط في الكونسول او بتتحط في اي جهاز احنا بنستخدمه ايا كان ايه هو النهارده. والحاجة الثانية اللي هو طبعا بيشترك فيها وهي الفي رام، لان هي مبنية على نفس الفكرة وعلى نفس التكنولوجي وبتكلف نفس التكلفه وبتتصنع تقريبا في نفس الاماكن. فمن غير رامات مفيش اي حاجه من الاجهزه دي كلها. ولو انت من محبي الجيمز او من متابعين الاخبار، هتعرف ان الفتره الاخيره في مشكله كبيره جدا ما بين سوني وما بين اللاعبين، لان سوني اصدرت قرار بان هي مش هتطبع فيزيكال سي دي تاني او العاب بشكل فيزيائي تاني، وده ادى الى سخط وغضب كبير جدا من اللاعبين، وفي دعوه لمقاطعه سوني ومشاكل كبيره جدا بتحصل دلوقتي. ولكن كل ده ليه كذا سبب مهم. اولا سوني زيها زي اي شركه عايزه تكسب، فهي بتدور على مصلحتها في الاول والاخر. ولكن خلي بالك من نقطه مهمه جدا، سوني او الشركات اللي على نظيرها كلها ما بتكسبش من تصنيع الجهاز نفسه، هي دائما وابدا بتكسب من العوائد بتاعه الجهاز. يعني هديك مثال بسيط خالص، انت دلوقتي عايز تشتري طبعه للبيت عندك، فنزلت رحت مثلا كارفور او هايبر او اي مكان، لقيت طبعه جميله جدا والوان ومش فيها اوبشنز وبلوتوث وواي فاي وكل حاجه وفيها سكانر وفيها كل حاجه ب 3000 جنيه مثلا ولا ب 2000 ونص. فاللي هو ازاي بقى السعر ده؟ الشركه اللي صنعت الطبعه دي انا اسف هي مش غبيه او مش هتخسر مثلا من ورا اللي هي بتعمله، لا هم اذكياء وعارفين هم بيعملوا ايه كويس. الفكره ان هم بيعتمدوا على ان هم بيدوك الطبعه دي بتستخدمها، الحبر بتاعك بيخلص، بتيجي تقول يا جماعه والله انا عايز حبر، تكتشف ان تكلفه الحبر تقريبا تعادل نص او اكتر من نص ثمن الطبعه. فبالتالي بتفكر التفكير من طب ما انا اروح اشتري طبعه جديده مثلا او هشتري الحبارات. اوكي، فبالتالي الشركه مش هدفها انها تكسب من الطبعه اللي هي بتبيعها لك، الشركه هدفها تكسب من الاحبار، من قطع الغيار اللي انت هتشتريها للطبعه، ده ان وجدت وباسعار تعرف تشتريها اساسا. ولكن هي هدفها ما انت يا تشتري طبعه جديده يا اما تشتري قطع الغيار اللي غاليه جدا. وهكذا سوني او اكس بوكس او اي شركه ثانيه، هي مش بتكسب من الكونسول نفسه، ما بيكسبوش من الاكس بوكس نفسه او ما بيكسبوش من البلاي ستيشن نفسه، هم بيكسبوا من مبيعات الالعاب، بيكسبوا من اشتراكات البلس، بيكسبوا من اللعب اونلاين، بيكسبوا من حاجات كتير جدا اخرهم الجهاز ده. بالعكس قد يكون الجهاز اساسا سوني بتبيعه بخساره. وطول عمرنا بنشوف اي كونسول جديد بينزل سعره من 400 ل 500 ولو بالكتير خالص 600 دولار. ولكن المتوقع الفتره الجايه ان الكونسول سعره هيوصل ل 1000 دولار. خلي بالك يعني احنا لو بنتكلم على بلاي ستيشن 6 مثلا او الاكس بوكس اللي جاي مثلا، انت بتتكلم على 1000 دولار والشركه خسرانه فيه، فاذا هي محتاجه تلم مكاسبها من مكان تاني. فهي هدفها ان هي تبيع لك اللعبه بعد كده بشكل ديجيتال، وده بيمنع حاجه مهمه جدا، سوق الاسطوانات او سوق السي دي اللي موجود. اللي هو ايه؟ انا مثلا محمد صلاح النهارده عايز العب لعبه سايبر بانك 2077، فاذا هروح يا اما هشتريها ديجيتال، ولكن انا هفكر التفكير المنطقي اكتر، طب ما انا اشتريها سي دي قد يكون اغلى سيكا. خلي بالك لو هو جديد ممكن يكون اغلى او بنفس سعر النسخه الديجيتال، بس انا هجيب اللعبه وهلعبها، وبعد ما العبها هبيعها، هديها لحد صاحبي يلعبها، هنشترك فيها انا وكذا حد ونشتريها ونلعب بيها مع بعضينا، في 1000 طريقه ارجع بيها فلوس تاني، وبعد ما ابيعها اقدر اروح اشتري لعبه تانيه مستعمله. فهم بالنسبه لهم هم عايزين يقضوا على السوق ده تماما، هم عايزين اللاعب او البلاير اللي هيلعب ما يعرفش يشتري غير نسخه واحده بس من اللعبه وما يعرفش يشيرها بعد كده. فده اهم سبب مخلي سوني مش عايزه تبيع سي دي تاني للكونسول، هي عايزه تحافظ على المبيعات بتاعتها، وبالعكس هي عايزه تكسب اكتر، لان ازمه الرامات غلت الجهاز عليهم فخسارتهم بقت اكبر، فالخساره دي مخليهم محتاجين يلموا فلوس اكتر. ولو خرجنا من الماركت بتاع الكونسول رحنا للماركت بتاع البي سي، فانا عندي ليك حكايه بسيطه وطريفه جدا. ده الار تي اكس 5050 8 جيجا نسخه باليت اللي انا كنت اشتريته عشان تجميعه معينه احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لو ما شفتهاش ارجع شوفها. ولكن موضوعنا دلوقتي الكارت ده، انا لما اشتريته امتى واشتريته بكام، واللي اهم من كده سعره النهارده وصل كام. دي الفاتوره اللي انا اشتريت بيها الكارت، واهو باليت جي فورس ار تي اكس 5050 8 جيجا. انا يوم لما اشتريته كان واقف عليا ب 14000 جنيه، وكان معمول لي ديسكاونت 500 جنيه، فيعني هنفترض مثلا ان انا كنت شاري حاجات كتير يا باشا، اعتبر ان هو سعره في السوق ساعتها كان 14000 جنيه. لما نزلت الفيديو بتاع التجميعه لقيت الناس بدات تشتكي، احنا مش لاقيين الكارت بالسعر ده، الكارت سعره 17 و18 و16000 جنيه. فدخلت ابص على الماركت لقيت ان الكلام ده حقيقي، ودخلت اعتذرت للناس، يا جماعه الاسعار دي كانت لحظه لما انا اشتريت بالفاتوره اهي. عارف النهارده سعر الكارت ده وصل كام؟ انا كنت لسه هبص عليه دلوقتي، النهارده سعر الكارت ده وصل ل 20000 جنيه، اللي هو سعر نسخه ال 50 60 من ما فيش من شهر وحاجه بسيطه. كان ال 50 60 بيتباع ب 19000 و19500 و20000 جنيه، النهارده ال 50 50 اسعاره وصلت لحد 20000 جنيه في بعض المحلات، لان الفيديو ده متسجل يوم الخميس الصبح وهينزل لكم النهارده بالليل ان شاء الله. فانا النهارده الصبح بصيت في محلات رفعت الاسعار بتاعتها وفي محلات لسه ما رفعتش الاسعار بتاعتها، ولكن حرفيا سعره بدا يوصل لحد ال 20000 جنيه. طيب نكتفي بهذا القدر؟ لا والله العظيم، هديك مثال اسوأ منه. القطعه الجميله دي وهي رامات ليكثر ثور 2 في 16 جيجا بتردد 3600 ميجا هرتز. الرامات دي انا شاريها
يوم 20/11/2024 يعني في اخر 2024 او اول 2025 ب 3500 جنيه جديده سيلد ما فيهاش كلمه. انت متخيل معايا ان الكيت ده النهارده سعره وصل ل 11000 جنيه؟ فانت متخيل الازمه السيئه اللي احنا فيها وصلت لحد فين؟ ودي كانت الاسعار المعروفه لحد 3 4 ايام فاتوا، لان في الثلاث ايام اللي فاتوا حصلت كوارث جديده. ولو انت مش مصدق ان في ازمه جديده احنا داخلين عليها، فالموبايل ده هو اللي انا نزلت لكم عليه الشورت امبارح، وهو ريدمي تيربو ال5 ماكس اللي هو لسه في فتره المراجعه وهنتكلم عنه قريب ان شاء الله. فلو ما عملتليش لايك واشتراك اعمل لايك واشتراك، لان في فيديو قوي جاي عن الموبايل ده. الموبايل ده اول ما ابتديت اخد بالي منه من حوالي 3 4 ايام فاتوا كان سعره في مصر 21 22 بالكتير مثلا. عايز اقول لك لما رحت اشتريت الموبايل ده لقيت ان سعره غلي 1000 ونص في مكان واحد، الاماكن الثانيه غليت 2003. انا لقيت سعره وصل ل 25000 جنيه في بعض الاماكن. وده ياخدنا نقطه مهمه، انت مش واخد بالك ان احنا الفتره الاخيره ما عدناش بنشوف موبايلات بذواكر تخزين ضخمه؟ او اكبر مثال على الكلام ده ان الالترا بتاع السنه دي مثلا الاس 26 الترا او الفولدات الجديده اللي لسه نازله كلها راماتها ما بين 12 ل 16 جيجا، مع ان احنا قبل كده كنا ابتدينا نسمع الموبايلات برامات 24 جيجا. كان المفروض المتوقع ان النهارده يبقى السوق المتوسط او الموبايلات المتوسطه راماتها ما بين ال 16 لل 20 جيجا، ده لو كان الموضوع مشي بالسياق او بنفس التطور اللي هو كان ماشي بيه قبل كده. ولكن للاسف احنا بننزل، احنا بنشوف موبايلات جديده النهارده برامات 6 جيجا وبرامات 8 جيجا. انا عايز اقول لك ان اي ام دي ناويه تنزل كارت جديد في فئه جديده من فئات ال 9000 بتاعتها ب 4 جيجا في رام. كارت هينزل في 2026 في اخر 2026 ب 4 جيجا في رام. انا عايز اوصل لك الكارثه او الازمه اللي احنا داخلين عليها عامله ازاي، واللي هي مطوله معانا شويه. فزي ما قلت لك في اول الفيديو، لو ناوي تشتري روح اشتري حالا، يا رب تلحق. اساسا الاسعار يعني الكارت ده موجود في اماكن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ب 16000 جنيه تقريبا، ب 16000 جنيه مش 14. لو بتفكر تشتري اي حاجه ايا كانت هي انزل اشتريها فورا. احنا ما عدناش لاقيين لحد الموبايلات، ما عدناش لاقيين موبايلات في السوق كويسه باسعار كويسه. انت بتتكلم في التليفونات العاديه بقت اسعارها غريبه. فرق السعر اللي ما بين موبايل 256 جيجا وموبايل 512 جيجا بايت بقى ضخم، بقى بيوصل ل 3 و4 و5000 جنيه. احنا عمرنا ما كنا بنشوف فرق الاسعار ده في التخزين، وكله طبعا بسبب الذكاء الاصطناعي. واللي بفضله انا صحيت النهارده على الخبر الجديد طبعا ان انفيديا هترفع اسعار الكروت بتاعتها 30%. عشان كده بقول لك الكروت بدات اسعارها تتغير جوه مصر. ليه انفيديا رفعت كروتها او هترفع الكروت بتاعتها 30%؟ لان شركه تي اس ام سي في تايوان، وهي الشركه اللي بتصنع التشيبس بتاعت اي حاجه بنتكلم، بتاعت الكاميرا اللي بكلمك منها، بتاعت الموبايل ده، الجي بي يو بتاع الكارت ده، رفعت اسعارها بنسبه 30% على انفيديا بشكل مبدئي. او الخبر اللي طلع فهو على انفيديا دلوقتي، وده برضو بسبب ازمه الرامات والتخزين. واللي هو كلام بدا ككلام على فيسبوك، على بوست انا شفته من يومين كده ان في حد داخل بيبيع كارت، فيا جماعه الحقوا ده الكروت هتغلى. فالناس بتتريق عليه، بتقول له انت بتعمل كل ده عشان تبيع الكارت اللي معاك غالي. انا قعدت اتفرج على الكلام ده كله وكان عندي فكره ان في ازمه فعلا هتحصل، بس ما اتكلمتش مع حد وما قلتش حاجه لحد ما صحيت النهارده على الخبر الموجود فعلي اللي خلى كارت زي ال 5090 سعره يعدي 5100 دولار. اليكسا 5100 دولار يساوي كام جنيه مصري؟ 5100 دولار امريكي تساوي 253,827.00 جنيه مصري. انت سمعت الرقم اللي انا سمعته ده؟ احنا بنتكلم في فوق ال 250,000 جنيه. انت لو بتفكر تشتري 5090 انزل اشتري دلوقتي، لان هو لسه لحد اللحظه دي سعره في مصر 220,000 جنيه او 230,000 جنيه. فلو ناوي تشتري 5090 الحق روح اشتريه بسرعه. وكل ده بقى اساسه فين؟ اساسه من شركات الرامات. انت عندك 3 مصنعين كبار في العالم هم اللي بيصنعوا شركات الرامات، سامسونج، اس كي هاينكس، ومايكرون. وخلي بالك ان شركه زي مايكرون دي كانت شركه عاديه جدا في العالم كله. في يونيو اللي فات ده في 2026 دخلت سوق التريليون دولار بسبب انها بقت بتبيع الرامات بتاعتها للسيرفرات او للشركات اللي مسؤوله عن سيرفرات الذكاء الاصطناعي او الاي اي. فمن الاخر الشركات دي بدات تكتشف ان الاتش بي ام او الرامات السريعه جدا او الهاي باندويث ميموري اللي هي الرامات اللي بتستخدم في سيرفرات الاي اي، بدات تكتشف ان هي هتكسب اكتر لو باعت للشركات دي او لو باعت للشركات اللي الذكاء الاصطناعي او الشركات بتاعت السيرفرات. اولا هتبيع اكتر بكتير جدا، هتبيع بالسعر اللي هي عايزاه وهتكسب اكتر بكتير. فبالتالي كونسيومر ايه او سوق مستخدم ايه اللي هنهتم بيه عشان نعمل له رامات او الكلام ده كله؟ سيبك بقى من الكلام ده كله، اركنه على جنب وركز لي بقى على شركات الذكاء الاصطناعي. وغالبا لحد دلوقتي الازمه دي مستمره لحد 2028 وقد تمتد ل 2031. فتاني هعيد عليك، لو بتفكر تشتري موبايل، كارت شاشه، رام، بروسيسور، ايا كان انت بتفكر تشتري ايه، انزل اشتريه حالا. احنا داخلين على كارثه بكل معنى الكلمه. ده غير ان وانا بدور دلوقتي اكتشفت ان تقريبا الرامات بدات شبه تختفي من السوق. يعني انا مثلا كنت بدور على متوسط اسعار الرامات او الكلام ده كله على موقع اسمه بي سي بورت بيكر، ده بيجيب لي
الجدوله او الترميز لاسعار الرامات او اسعار اي قطعه بي سي في الفتره اللي فاتت. طبعا اي كارت شاشه او اي رامه كنت بفتحها ما شاء الله السهم بتاعها بيطلع لفوق كده، السهم بتاعها طاير لفوق زي اللي ورايا ده كده بالظبط. الفكره ان انا وانا بدور عليه لقيت ان مثلا رامات زي الليكسر سور دي ما عادتش موجوده في امريكا. طيب بدور في مصر تقريبا موجوده عند محل او محلين بالكتير. طب دورت على رامات الدي دي ار 5 قليله. اي حد بقى عنده رامات دلوقتي ده ان كان عنده فهو مخبيها. خلي بالك من النقطه دي كويس، في شبه اختفاء شديد لقطع الرام او قطع التخزين او الام دوت 2 او الاس اس دي او كروت الشاشه، بدات تقل جدا للاسف. خليك عارف دايما ان التاجر في الاول في الاخر هو شغال عشان يكسب. هو فاتح شركه او مكان وعنده موظفين وعنده حاجات كتير جدا، هو عايز يكسب. هو مع احترامه الكامل ليك انت، انا مش بدافع عن تاجر ولا حاجه، بس دي حاجه لازم تكون فاهمها. انت لو مش واخد بالك من حاجه زي كده فانت عندك مشكله. التاجر محتاج يكسب، فهو هيعمل ايه لو لقى السوق مش مستقر؟ هيعمل حاجه جميله جدا، هيقوم انا عندي كروت شاشه، انا ما عنديش كروت شاشه، لحد بقى ما نشوف السوق ده هيستقر على ايه او هيبيع بالسعر الغالي. فبالتالي انا شرحت لك ببساطه مشكله سوني، شرحت لك مشكله الرامات، قسمت لك الكوارث والمشاكل اللي احنا داخلين عليها بشكل موضوعي. ونصيحتي ليك في النهايه يعني لو انت محتاج الحاجه بشكل ضروري وشكل عاجل انزل اشتريها دلوقتي باي سعر يقع قدامك، اي سعر تلاقيه اشتري بيه. ما تحاولش تفكر انك انت هتلاقي سعر احسن من ده، مبدا استنى الاسعار هتتحسن. الكلام ده انتهى خلاص، الكلام ده ما عادش فيه منه. وفي النهايه يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو محتاج تسالني على اي حاجه في الكومنتس اكتب لي تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.